تفاصيل أكثر مع الناشط الإعلامي عامر الحوراني من ريف درعا. أهلا بك أخي الكريم وبكل مستمعين راديو ألوان. عامر، ما هي آخر المستجدات لديكم، خاصة أن البارحة كان هنالك قصف شديد شهده ريف درعا وخاصة في طفس بالبراميل المتفجرة؟ المزيد من المعلومات. نعم أخي الكريم، طبعا اليوم أيضا من جديد النظام عاد ليستهدف محافظة درعا بحملة همجية وشرسة جدا. طبعا اليوم كان تشديد أكثر من يوم أمس على محافظة درعا. طبعا براميل متفجرة ما تزال تتساقط منذ الصباح الباكر على قرى محافظة درعا، وحتى هذه اللحظة ما يزال الطيران المروحي والطيران الحربي الميج يستهدف قرى من درعا. استهدفت اليوم قوات النظام كل من جملة وسحم الجولان وعتمان وبصرة الشام بالبراميل المتفجرة. أيضا بلدة الحارة المحررة أكثر من 4 براميل متفجرة تساقطت على هذه البلدة اليوم. طبعا أيضا استهدفت قوات النظام بلدة جملة بالبراميل المتفجرة، أدى هذا لسقوط جرحى من المدنيين جراء هذا القصف. أيضا استشهد شاب من بلدة جاسم نتيجة قصف على ريف القنيطرة. أيضا أخي الكريم استهدف الطيران الحربي الميج مدينة الشيخ مسكين ب3 غارات جوية، وأيضا استهدف بلدة كفر ناسج بالريف الغربي بالصواريخ المحملة بغاز الكلور السام. هذا وقصفت قوات النظام بمدفعية الثقيلة أحياء درعا البلد المحررة، وأيضا استهدفت بقذافي الهاون الحي الغربي من مدينة بصرة الشام بريف درعا الشرق. نعم عامر، حول غاز الكلور السام هل هنالك معلومات عن ضحايا، أرقام محددة؟ الحمد لله أخي الكريم، لم يسقط أي شهيد أو أي إصابة نتيجة هذا غاز الكلور، طبعا بسبب خلو هذه البلدة بشكل نسبي من الأهالي نتيجة نزوحهم إلى مناطق أخرى، وهذا بسبب المعارك الدائرة على أطراف البلدة. نعم، في ظل كل هذه الاشتباكات والقصف المستمر على المناطق، كيف هو الوضع إنسانيا لديكم؟ طبعا أخي الكريم، أريد أن أنوه خصوصا بالنسبة للوضع الطبي، حيث بدأت تنفذ مستودعات الأدوية في ريف محافظة درعا المحرر، وهذا نتيجة الحصار المطبق على الريف المحرر من محافظة درعا ومنع دخول أي مواد أو مستلزمات طبية إلى الأهالي وإلى المشافي الميدانية في الداخل والريف المحرر من محافظة درعا. أيضا بالنسبة للأهالي كما ذكرت لكم في ريف درعا الشمالي الغربي خصوصا يستمر نزوح الأهالي إلى قرى أخرى، والنظام ما يزال يلاحقهم من قرية إلى قرية باستهدافها بالبراميل المتفجرة، كذلك الأمر بالصواريخ والمدفعية الثقيلة وأي قصف يستطيع أن يستهدفهم به يستعمله هذا النظام ضد المدنيين العزل. نعم عامر الحوراني الناشط الإعلامي كنت معنا من ريف درعا، شكرا جزيلا لك.